اليوم شغلنا بط وشغلنا هذه الطريقة. أهم شيء كمية البصل تكون عندي كبيرة. شوفون الكمية هذه بط يخمر بط. شغل اليوم بط كمية البصل لازم تكون كذا. وهذا هنا بعد البصل نحط البط بالطريقة. ما شاء الله هذا بط على أجواءنا جميلة. هنا جميلة جدا. لا تحط شيء الحين. لا الحين تبغون تكرمل نحكي بس البقر. ايه عشان تكرمل بعدين. ايوه يجي يحط طماطم ولا فلفل بارد حنا او يبغى بصل زي كذا. زين خلصنا الطماطم والفلفل. شوفوا كيف الزيوت هذه بهارات. سلم هذا البط وهذا البهارات. الحين بس نحط عليه الماء. يا سلام شيء بسيط يعني مضبوط عشان الملح بخر معه ونغطيه هالبط. نغطيه 25 دقيقة ويستوي. حنا بدون رز شراك ومشراك. نقفل عليه الحين 25 دقيقة على الأجواء الطيبة هذه. العمرك خبز المشروع جربناه حطيناه ولسه في عندنا اشراك عشان نحط بدون رز. خبز المشروع شيء جميل. نحطه ونشربه تشريب على كيف. يا سلام يا سلام سلم. قلنا لكم يدوب كوب ماء. شوفون كيف كوب ماء والباقي حق البصل والطماطم. شوفون كيف ما شاء الله تبارك الله. شوف استواء طال عمرك. شوف استواء يا الديب 30 دقيقة ما شاء الله دايب جدا. الحين كب بعد الحين نحط على الخبيزات طال عمرك. بسم الله شوي شوي. ايوه يمشي مشي شربه 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 ما شاء الله. هذا افضل شيء ما شاء الله. ارفع 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 ما شاء الله تبارك الله. شوفون يا شباب ذايب. يا سلام يا سلام سلم ما شاء الله. شوف بالضبط جاي. هذه الطريقة اعتمدوها يا شباب. هذا البط الله تبارك الله. هذا الفلفل شوفون يا شباب ذوبان. ندور لكم الحين جيدة. شوفونها ما شاء الله بالعافية بالعافية بالعافية. واللي بياكل كذا شوفون شوفون يا شباب الطريقة هذه. يجي واحد ياكل كذا. ليه خط الخبز هذا؟ خذوا من هذا يا ابو مساجر احسنت. هذا ملح خفيف ذا. بالعافية بالعافية. هذا ابيض ترى زي هل انت بالعافية عليك. تعال اللي بالليمون. اي جرب عصرة الليمون عليه. الاصفر وينه؟ تعال الاصفر